أهلا أصدقاء السينمائيون، اليوم راح نحكي عن المسلسلات العراقية اللي انعرضت بداية شهر رمضان 2025، وشنو هي المسلسلات اللي تستحق المشاهدة واللي ما تستحق المشاهدة، مع ذكر السبب للاثنين. وطبعا هاي المراجعة بدون أي حرق للأحداث، وراح يكون فيديو بسيط وسريع وبدون تعقيدات، ويلا بينا. أول مسلسل عندنا ابن الباشا. قبل لا نحكي عن المسلسل لازم أقول إن الفن هو الإبداع والابتكار، والعمل يفقد قيمته الفنية لما يكون مجرد تقليد لعمل آخر، وهذا اللي صار بمسلسل ابن الباشا، فهو تقليد بكامل التفاصيل للمسلسل الإيراني أبناء السادة. ورغم كونه تقليد أكو مشاكل ثانية مثل وجود صدى بالصوت ومشهد انفجار السيارة بأول حلقة، بالإضافة إلى التمثيل البارد وغياب الواقعية اللي هي كانت سبب نجاح المسلسل الإيراني أبناء السادة. بصراحة ما أعرف شنو كان دور المخرج بهذا المسلسل، لأن نفس القصة نفس المشاهد وزوايا التصوير كانوا يقدرون يصورون المسلسل بدون وجود مخرج، مجرد مدير التصوير يفتح المسلسل الإيراني قدامه ويباوع ويحاول يقلده. بالنسبة إلي توقفت عن متابعة المسلسل، أما أنتم تقدرون تتابعوه أو تتابعون المسلسل الإيراني الأصلي وبجودة أكبر. مسلسل ابن الباشا خارج القائمة. مسلسل لم الشمل. المسلسل بداية حلوة ومشوقة، حسيت انه راح يكون عمل يتفوق على باقي الاعمال، لكن كل ما تقدمت بالحلقات بديت اشوف العمل يصير ضعيف اكثر واكثر. ضعف التمثيل، الاخراج، السيناريو، هاي المشكلة هي المشكلة الاكبر بالمسلسلات العراقية، وهو ضعف السيناريو. تابعت 4 حلقات من المسلسل، لكن كثرت الملاحظات السلبية عليه، وبعدها قررت انه راح اتوقف عن متابعة العمل. لكن بما انه المسلسل مو تقليدي المسلسل ثاني، راح نعطيه فرصة ثانية وراح اكمل باقي الحلقات. وهو المسلسل يتكون من 15 حلقة، لذلك بعد ما اكمله راح انزل مراجعة كاملة عليه، واكيد اذا كان يستحق. لذلك المسلسل راح يبقى ويانا بالقائمة، وتقدرون تشوفوه وتستمتعون به بدون ما تخلون توقعات كبيرة. مسلسل ميليشيات نسائية. هو مسلسل تجارب بشكل بحث، بداية من الاسم، فاحنا كعراقيين عندنا مشكلة ويا الاسم. اول ما تسمع الاسم راح يجي على بالك العصابات والقتل وغيرها، وواضح انه هاي التسمية متعمدة حتى يطش المسلسل. المهم بعد ما تابعت الحلقة الاولى، لان ما قدرت اتابع اكثر من حلقة، لان العمل منين ما تجيه ضعيف، ضعف بالتمثيل، بالسيناريو، بالإخراج، بالإضاءة. لذلك حتى نختصر الكلام، المسلسل خارج قائمة المشاهدة بلا شك. ميليشيات نسائية أوت. مسلسل سحر أسود. مسلسل فكرة حلوة ومثيرة للاهتمام، خصوصا انه مقتبس من الواقع العراقي. بس رغم كون فكرة المسلسل مثيرة للاهتمام، بس القصة والسيناريو كان بيهم ضعف، كانوا يحتاجون وقت أكثر للتطوير. اختيار الممثلين كان غير مناسب، وشوف الضعف بالأداء، كان ممكن اختيار الممثلين المناسبين يحسن من جودة العمل. مسلسل من إخراج مراد الترك، وهو بالأساس مخرج فيديوهات كليب الأغاني، وهاي ثاني تجربة إله بإخراج المسلسلات. التجربة الأولى كانت بمسلسل عسل مسموم، كنت أشوف بشكل واضح أسلوبه بإخراج المسلسل مشابه لأسلوبه بإخراج الأغاني، وهذا الشيء سبب ضعف بالإخراج بشكل عام. ورغم نقاط الضعف اللي ذكرتها بالمسلسل، بس بصراحة وبدون أي مجاملة يستحق المشاهدة بسبب فكرة المسلسل. لذلك راح يبقى المسلسل ويانا بالقائمة، وراح أبقى تابعه للنهاية، لأن كلش حاب أعرف شلون راح تنتهي القصة. وراح ينزل فيديو مراجعة خاص بالمسلسل بعد ما ينتهي. وأخيرا وليس آخرا، مسلسل العشرين. حد الآن أنا تابعت 5 أعمال عراقية، وهذا العمل هو أفضل عمل عراقي شفته. رغم كون فكرة العمل تحكي عن الشهداء، وهي فكرة مطروقة والناس ملوا منها، لكن اللي يميز هذا العمل انها بكل حلقة تقدم لك قصة مختلفة باسلوب اخراج رائع من علي حديد، واداء تمثيلي مميز من الفنانة آلاء حسين بالخصوص، وادارة فنية مميزة، فهم كانوا يهتمون بأدق التفاصيل بكل حلقة. واضح ان العمل مشتغلين عليه بجهود كبيرة وتعبانين عليه هواي، ومصنوع بحب. رغم اكو بعض الملاحظات السلبية، لكن حاليا ما راح نذكرها، لان هذا العمل ضروري يكون له فيديو مراجعة خاص بعد ما ينتهي، وراح نذكر بيه كل هاي التفاصيل. وبشكل عام اهني كل الشباب على شغلهم وجهودهم في هذا المسلسل. العمل باقي ويانا بقائمة المشاهدة، وانتظروا مراجعة كاملة بعد ما ينتهي. وبالنهاية هذا الفيديو هو الجزء الأول، لأن ما قدرت أتابع باقي المسلسلات لكثرتها، لأن ردت أركز على المسلسلات اللي أتابعها وأنطيها حقها، حتى ما أظلم أي مسلسل بالمراجعة. واكيد راح يكون عندنا بعد جزء ثاني لباقي المسلسلات. هاي المراجعات كانت سريعه وبسيطه، حتى خلي المشاهدين يعرفون شنو الاعمال اللي تستحق يتابعوها ويدعموها. اكيد انا هنا حتى اطرح السلبيات والايجابيات واوضح وجهه نظري، وبالاول والاخير يبقى القرار لكم. تقدرون تتابعونا على باقي المنصات حتى نخلي عائلتنا السينمائيه تكبر اكثر واكثر. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس. كان وياكم حسين رسن، وهذا برنامج فيلمينو، واكيد لا تنسى تو انجوي.